السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا، هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا المأكولات البحرية في المنام. ترمز المأكولات البحرية بشكل عام إلى الرزق الوفير والخير القادم إلى حياة الرائي. البحر مصدر للخيرات، ورؤية ما يؤكل منه قد تشير إلى الحصول على منافع مادية أو معنوية. المأكولات البحرية تدل على فرص جديدة سواء كانت في مجال العمل أو العلاقات أو غيرها. البحر واسع وقد يشير إلى مستقبل جديد. قد يعكس تناول المأكولات البحرية في المنام إلى شعور الرائي بالراحة والاسترخاء أو حاجته إليهما. يرتبط البحر في كثير من الثقافات بالتطهير، فرؤية مأكولات بحرية قد تشير إلى تجاوز الرائي لمرحلة صعبة أو تطهير نفسه من بعض المشاعر السلبية. قد ترمز بعض أنواع المأكولات البحرية مثل المحار واللؤلؤ إلى الحب والرومانسية والعلاقات العاطفية. السمك يعتبر السمك في المنام رمزا شائعا للرزق والبركة والعلم والمعرفة. حجم السمكة وعددها وطريقة تناولها يمكن أن تؤثر على التفسير. الجمبري قد يشير إلى مكاسب مالية صغيرة ولكنها متزايدة أو إلى فرص سهلة ومتاحة. الكابوريا أو السلطعون قد ترمز إلى شخص عنيد أو إلى صعوبات وتحديات تواجه الرائي، ولكنها تدل أيضا على الحاجة إلى الحذر في التعامل مع الآخرين. المحار والأصداف قد ترمز إلى الثروة المخفية أو إلى المشاعر الداخلية العميقة. فتح المحار قد يشير إلى اكتشاف شيء قيم. الأخطبوط قد تدل على شخص مراوغ أو على مواقف معقدة تحتاج إلى حذر وذكاء في التعامل معها. تناول المأكولات البحرية بشهية قد يشير إلى الاستمتاع بالحياة والرضا بما هو متاح. تناول مأكولات بحرية فاسدة أو غير طازجة قد ينذر بمشاكل صحية أو مالية أو عاطفية. صيد المأكولات البحرية يرمز إلى السعي لتحقيق الأهداف والنجاح في المساعي. شراء المأكولات البحرية يدل على استثمار أو مشروع جديد. تقديم المأكولات البحرية للآخرين يعكس الكرم والرغبة في مساعدة الآخرين. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.